وقد يعاب وقد يؤخذ فيه ويرد. والمشاعرة لصيقة بالأدب العربي عموما، فأنتم تعلمون لا شك مقابلة أمير القيس مع الحارث وما دار في صدر الإسلام بين حسان بن ثابت رضي الله عنه وأبي سفيان بن الحارث. يقول: أجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء. وفي العصر الأموي بلغت أوجها فيما يسمى بأدب النقائض، فتعلمون ما دار بين جرير والفرزدق والأخضر وابن قيس الرقيات إلى غيرهم من الشعراء العصر الأموي، وتعلمون أن الذين حملوا لواء النقائض كانوا هم الطبقة الأولى في الديوان الأموي، فلا يوجد في ديوان الشعر الأموي أرفع من قول جرير بن عطية بن الخطفاء: حي الغداة برامة الأطلال، عصرا تحمل أهله فأحالا، إن السواري والغوادي غادرت للريح مخترقا به ومجالا، أصبحت بعد جميع أهلك دمنة قفرا وكنت مربة محلالا، ولقد عجبت من الديار وأهلها والدهر كيف يبدل الأبدالا، ورأيت راحلة الصبا قد أقصرت بعد الوجيف وملت الترحالا. ولا أحسن من قول الأخطر في نقيضتها: ما إن رأيت كمكرهن إذا جرى فينا ولا كحبالهن حبالا، المهديات لمن هوين مسبة والمحسنات لمن قلين مقالا، أرعين عهدك ما رأينك شاهدا وإذا مذلت يصرن عنك مذالا، هي الصريمة منك أم محلم أمذا الدلال فطال ذاك دلالا، إلى أن يقول أبني كليب إن عمي الذا قتل الملوك وفكك الأغلالا، وهو من شواهد حفنون التثنية في غير موضعه. وأخوهما السفاح ضم خيله حتى وردن جبل كلاب نهالا، غشين جيفة كاهل عرينها وابن المشدم قد تركن مثالا. إذن فالمشاعرة لون من الأدب نشأ معه وسيدفن معه، والأدب الموريتاني ليس بمنع عن مرجعيته العربية، فمنذ نشأته قد اكتنفته مساجلات ومشاعرات ونقائض. والمشاعرة لها عدة ألوان، فقد تكون نقائض، وقد تكون مساجلات، وقد تكون استباقات، وقد تكون اشتراكات، وقد تكون دفاعات. من أنواع المشاعرات الخاصة بالأدب الموريتاني ما يسمى بالمشاعرات الروحانية، ولا يمكن أن نطيل في أي مجال من هذا، بس سنكتفي ببعض الأمثلة لأن الوقت محدود. من المشاعرات الروحانية مثلا ما دار بين الشيخ سيدي بن مختار بن الهيبة والشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار في رائيتيهما الشهيرتين: مطلع رائية الشيخ سيدي: رويدك بحر الماء من فيك يعبر، وطمطم فيض منك أطمى وأسخر، وإذا أنت لم تمسك من السيل جرية ولم تتأدب وازدهاك التجبر، فشد على غيظ بنانك واعلما بأنك غر أيها المتكبر، فلا تغترر جهلا لما منه قد بدا، فليس لباب الأمر ما أنت مبصر، فلو كان في شخص الحقيقة باديا مذانيبه من فيضه تتحدر، وقدرت نونا ثم رمت سباحة بطعمه لم تعبر كما كان يعبر، ألم ترى أن الشمس تبدو صغيرة لمقلة من يرنو إليها وينظر، وليست كما تبدو فإن بساطها تضيق به السبع الطباق وتصور، وهي طويلة. يجيبها الشيخ محمد بن الشيخ المختار بقوله: ألا لا دجا فكر به أنت تفكر، ولا عميت عين بها أنت تنظر. صح إن قيل تفكروا، فكروا أفكروا تفكر، كلها موجود. ألا لا دجا فكر به أنت تفكر، ولا عميت عين بها أنت تنظر، ولا غاض عين من معين عناية بتياره الغمر الغطمطم تعبر، وكنت كما كان الموفق كلما بدا علم أشفى لآخر ينظر، وعانقت أبكار المعارف خردا، وساعدك السعد البهي المنور، وإن الفتى من كان لله همه وتعليقه فيما به يتصدر. هذا خطاب روحاني من نمط خاص، وهو الصنف الأول من المشاعرات الموريتانية الفصيحة. الصنف الثاني هو المشاعرات العلمية، قد تأخذ طابع الغاز كما يقول ابن رازق مثلا في لغزه حول قول الله تبارك وتعالى: ثم استخرجها من وعاء، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، لأن الضمير في العادة يرجع إلى أقرب المذكور، والضمير راجع إلى غير الأقرب،
والذكر قد يكون ضمني وقد يكون لفظي، ولغز ذلك بالشعر يقول: في شيوخ البيان الذائقين حلاوة من العلم لم تسند لغير ذويه، التي أجابها ابن سكري وهو من أئمة السلف المعروفين في المغرب العربي، ولا يقاس إلا بالباقلاني وابن عطاء الله وجسوس والأمير، وأجابها جواب معروف. وهذا من أول المشاعرات التي يكون الموريتانيون طرفا فيها. كذلك ما دار بين الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي وابن محمد هي مشاعرة علمية، لأنها عبارة عن خلاف في كلمات لغوية. كان الشيخ سيدي محمد يقول: يا منكرا جمعنا حرفا على حرف لتتئد لا كل المرتمي هدفا، وبين حجته في الموضوع، ويرد عليه ابن محمد بقوله: مني إلى ابن كمال الدين من خلف بين الوراء أحمد المختار والخلفاء، أسنى سلام يحاكي حسن سيرته وطيب شيمته لا روضة أنوفا. الصنف الثالث من المشاعرات هو النقائض، وهذه في الحقيقة موضوع حساس. سئل العلامة الشيخ عبد الله بن داده عن مدى جواز تناولها، فقال: إذا كنتم تعنون النقائض التي قيلت في العصر الأموي وما قبله فلا بأس من الاستمتاع بها والاستفادة منها لغويا، لأنها لا تثير أمورا آنية. وإذا كنتم تعنون ما دار آنفا فهذا في الحقيقة لا أرى تداوله من الضروري، لأنها تثير نعرات وتمس شعور، وفي الحقيقة لا يمكن الغوص فيها بالطريقة المعتادة. نحن الموريتانيون لدينا قيود ولدينا ضوابط اجتماعية لا يمكن أن نخترقها في كل شيء. من أمثلتها ما دار بين ذيب وبهمين، ومن أمثلتها كذلك ما دار بين ممو وذيب. وفي الحقيقة هذه أمور نكتفي بما طال قصائد منها ولا نريد البت فيها. مثلا من أجمل النقائض التي قيلت فيما بين الشعراء الموريتانيين قول ذيب: أهاشك بالألوى معاهد من ألوى بذي الرمل أو بالعبد ألوت بها الأنوى، وليلة برق بات يسري وملعب لقيت به والليل مستدير أروى. تقول: ترى هذا البريق الذي سراء أروى بذي النقعين، قلت لها أروى فقلت: وأهواكم على طول بخلكم، فقالت: أتهوانا فقلت لها أهوى، فقالت: ويوم البين جنبتي النقاء أشواك بيني عنك، قلت لها أشوى، وقلت لها أرواي موقف ساعة، فقالت: أنجوى ذاك، قلت لها نجوى، فقالت: فلا تعجل فتنشور سرنا إلى الليل إذ سر الصبات به يضوى. ونقيضتها من أروع الشعر، وهي كذلك العلامة ممو الشكني المعروف، ويقول فيها: قربت لرسم الدار شوقا ولا غروى، ورمت به مثوى وليس به مثوى، وقد لاح لي نور الأحبة جدولا، فأفرغت فيه من دموع الأسى دلوى. ومما يزيد الصب في لاعج الهوى ترسم رسم الدار من بعد ما أقوى، فحدث بتلك الدور واندب زمانها، وبله ربوعا بالنجائب من صفوى. لقد كان ربع الدار للناس غبطة، يقولون هذا عندنا جنة المأوى، ولي فيه قبل اليوم أكرم جيرة، إذا زرته زرت المسرة واللهوى. لا رب يوم قد أقمت خلالهم أناغي غزالا في بيوتهم وأحوى، فشتت شمل الحي تنعاب حاتم شحافاه بالترحال بينهم شحوى، فبانوا وما عاجوا لوصل حبيبهم، فأضحى جوال الصدر بعدهم حشوى. هذا الحقيقة اللون من الأدب لا يمكن تركه، لأنه يعبر عن مدى ما وصل إليه الأدب الموريتاني من الروعة ومن القدرة في ذلك العصر، إلا أننا نكتفي بمقدماتها. من ذلك نقائض محمد بن الحميدان والمصباح. هذه نقائض في غاية الروعة، لأنها كذلك لا يمكن تناول صلب الموضوع فيها بشيء من التفصيل والتمحيص، بل نكتفي بمطالع بعضها أو بمقدمات بعضها. مثلا من أروع ما قيل فيها: جعلت بيننا الرباب النموما، فكستني وساوسا وهموما، صدقته وصادقته فأدمت من كلم الهوى الدفين كلوما، لاح لي ربعها المحيل فأذكت آيه في الحشا لظا وجحيما، فاحتسبت الكراكرا طار عني، واختشى الصيد والغرام غريما، قال لي صاحبي وعيبة سري، ومن اخترت صاحبا ونديما، إن تكن كلما مررت بدور قد حوينا الرباب دهرا قديما، عذن باللب واستبحنا حمى الصبر، وملأنا بالزفير الحزيما،
ونثرن الدموع نثر لآل يتحذرن الألوء منظوما لا تمرن باللواء نفيسا باللواء أربعا لها ورسوما ولها عند الهوى دمن من دمن اللهو يستلبن الحليما وبغول الغدير بالجانب الغربي حيث العراء عر الصليما 4 أسعر البلا عن بقاياهن وشيم نمنما ووشوما فإذا ما أتيتها همت فيها وحرم إن أتيتها أنتهيما لذ فيها الصبا وطاب التصابي وجنيناه بسرة وجميما وأرتنا الرباب فيهن منها قمرا نيلا وليلا بهيما وكثيبا وبانة وقناة ومهاة وخيزرانا وليما وسدوسا وحوانا ورمانا وكشحا من الحرير هضيما ولمن إثمدا وشوك سيال وبروقا ورقة ونعيما وكلاما أشد في القلب وقعا من رقاق القناء أغن رحيما وسقيما من اللحاظ صحيحا وصحيحا من الجفون سقيما. هذا في غاية الروعة إلا أننا لا يمكن أن نتجاوز منها هذا الحد. من أروع هذه النقائض كذلك رسم ربع بجانب الينبوع هاجما لم تهيج رسوم الربوع ومغاني التئام تيمن قلبي وحمين الجفون زور الهجوع وبالعنة الأضات مغانمهن من موجبات سح الدموع يا ربوع الرباب هيجت شوقي والذكاري ولوعتي وولوعي ها أنا اليوم في رباك منهمر الدمع يغلي الزفير بين ضلوعي أتمنى رجوع دهرك لكن سالف الدهر ما له من رجوعي أتخالنني نسيت زماني فيك أيام شملنا المجموع دهرنا باللواء العيش غض لم تكدره خشية التوديع والهوايان الرياض مطيع والششي الملم غير مطيع نجتني اللهو من غزال أغن أحول أدعش كحيل مروعي وإذا لاح لاح بدرا أو أبهاما لبدر طلوعه من طلوعي هو في يعني قلنا طلوعه إذا قلنا ما لبدر طلوعه تكون مهتدى إذا قلنا ما لبدر طلوعه من طلوعي تكون وقت طلوعه ما لبدر من طلوع هو فيه العقار بعد كراه وعبير الرياض دهر الربيع قد رماني بلحظه فرما به في لحظ الوجد والغرام الوجيع. من هذه النقائض كذلك ما دار بين العلامتين ابن مدينة بن الشيخ أحمد ومحمد بن أحمد يوار، وهذه كذلك نقائض جميلة لا أنني لا أتطرق لشيء منها بالتفصيل ونتجاوز النقائض الفصيحة لنأتي إلى ما يسمى بالمساجلات. والفرق بين النقائض والمساجلات أن النقائض عادة تنبني على محاولة نقد كل طرف ما أبرمه صاحبه فما افتخر به يحاول أن يفنده وما ذكره من المآخذ عليه يحاول أن يفندها كذلك. فهو الشاعر عادة يفخر بقومه ويذم قوم نقيضه، والطرف الثاني يحاول تفنيد هذه المفاخر وتفنيد هذه المزاعم. مثلا نجد الفرزدق يقول فإنك إن تسعى لتدرك دارما لأنت المعنى يا جرير المكلف أتطلب من عند النجوم وفوقها بربق وعير ظهره يتقرف وشيخين قد ناكا 80 حجة أتانيهما هذا كبير وأعجب عطفت عليك الحرب إني إذا ونا أخو الحرب قرار على القرن معطف. والأخطر يقول وجدت فينا غير غدر مجاشع وبشر جذعنا والزبير مقالا إن القوافي قد أمر مريرها لبني فدوك سيد جدعنا عقالا. وجرير يقول زهر الرئيس أبو الهذيل أبادكم فسب النساء وأحرس الأموال هل تملكون من المشاعر مشعرا أو تنزلون من الأراك ظلالا إنا كذاك لمثل ذاك نعدها تسقى الحليب وتشعر الأنفال. فهي عادة مبنية على التناقض إلا أن السجالات لا تنبني على ذلك، فقد يتحد شخصان فأكثر في هدف معين أو في استحسان شيء معين أو في غرض معين فينسجون فيه. مثلا نجد العلامة محمد علي بن عبد الودود والعلامة محمد يحيى اللبوه مرا على مرابعهما في الصبا مع شيخيهما الأستاذين الجليلين يحيى بن عبد الودود وأبي الحيمون، فتذكرا هذه المرابع فصادف كل منهما هوى في صاحبه فنسجا قصيدتين متحدتين في الروي والقافية والهدف إلا أنها ليست معارضات فهي مساجلات. يقول مثلا العلامة محمد علي اشبي المنازل من ذات الصفا وقفا نبكي المنازل من ذات السفا. ويقول محمد يحيى عفى المنازل من ذات السفا والسفا مر السوافي بمصطفاتها كالسفا أغرى بها الدلو العامين وابله فما تغادر منهن الصبا خلفا فاندم معاهدها ورعى العهود فلم يراعها من رعاة العهد من خلفا.
كانت منازل للشيخين ما وقفا من موقف منهما عاف وما سلفا، وللخليلين في حافاتها أثر قد طالما ائتلفا فيها وما اختلفا. يقول محمد يحيى: لا يختشي ابن يزيد يوم نائبة فيها ابن يحيى ولا يحيى بها خلفا. يقول محمد علي: يا معشر اللعبة أيدي النوابهم عني وبي وبقلبي أينما انصرفا، إذا ذكرتم إله العرش فاذكروا خلا إذا ما وفى الخل الوفي وفى، إلا يكن قمنا أن تذكروه فمن كمالكم أن تراعوا حق من عرفا. قد يكون استشال في اتحاد المنوال أو في اتحاد الهدف فقط. مثلا المختار الحامد رحمه الله لما بدأ الموريتانيون ينشئون مشاريع بيع الحليب ويحبسون آبالهم في الواكشوط، قال قصيدة ضمن فيها إعجازا لامرئ القيس، فقال: لك الله من نوق حلائب حفلي. وأنا دائما أفضل الرفع لأن الابتداء هو الأصل. لك الله من نوق حلائب حفلي، يثرن غبارا بالكديد المركل، عقلن بقيعان قد اغبر وجهها، لما نسجتها من جنوب وشمال، وأعمام ثار النقع ثم عيونها، وما إن أرى عنها العماية تنجلي، ومن تحتها بعر لها متناثر بقيعانها كأنه حب فلفل، ومن بينها فصلانها قد تعرض أثناء الوشاح المفصل، وضم عليها كنها فكأنها كبير أناس في بجاد مزمل، وضايقها فيه شواحن هزمها يكب على الأذقان دوح كنهبل، وحامت عليها طائرات ضياؤها متى ما ترقى العين فيه تسفل، كأن منارا بالمطار أمامها منارة مساراهب متبتل. لرحمة تلك النوق سالت مدامعي على النحر حتى بل دمعي محملي، فقد كان في ماض من الوقت ينتحى بها بطن خبت ذي ركام عقنقلي، بأرض بساط كالسماء سهولها ترائبها مصقولة كالسجنجل، فسار بها عن ذلك الربع مركب كمنشدد قيد الأوابد هيكلي، فحط على الربع المركل رحلها فيا عجبا من رحلها المتحمل. فجاء الشيخ محمد سالم العدود يقول: وينزل في الأسواق في مصر رسلها نزول اليماني للعياب المحمل، كأن به القردان أرقى دية بأرجائه القصوى أنابيش عصري. يظهر بعد ذلك العلامة القاضي محمد بن محمد فار الأبيري فيرى أن المبدأ قد غلف، إلا أن مصير النوق لم يعرف، وأنها بعد اكتمال فترة حليبها ستباع وتجزأ، ويتذكر بذلك ذكريات معينة فيبين القصيدة. يقول: فما عرفت ياوي ولم يخش بطشها بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي، وما أنكرت أردت فلم تبق معقلا ولا أطما إلا مشيدا بجندلي، وتشفع عند الزوج فيها حليلة نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي، فقامت هم الزوج ملو إنائها تجر وراه ذيل نرط مرجل، وأخفت لمنع النحر نحرا تدللا عليه وآلت حلفة لم تحلل، وقالت: يجور اليوم نحرك ناقتي علي بأنواع الهموم لتبتلي، باديتي إن كنت يوما سلوتني فليس فؤادي عن هواك بمسلي، ألا قل لباك دارسات رسومها وهل عند رسم دارس من معول، فما سال دمع العين فيك لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل، ولكنه وعظ بحال تبدلت تمتعت من لهو بها غير معجل، رعى الله أياما مضينا على المنى ولا سيما يوما بدارة جرجل. كذلك من استجالات المباحث الفقهية وغالبها منظومات، ولا يرى الموريتانيون فيها شيئا، حتى أن بعضهم إذا اتخذ موقفا مغايرا للبعض فلا يرى فيه شيئا بأسا. وقد رد علامة محمد مولود آد على القائلين بأن مناقضة الشيوخ هي من سوء الأدب بأبيات يقول فيها: رد الأجلاء على الأجلاء من الأبين والشيوخ دل، مع قبول غير واحد به على جواز ندبه أو طلبه. وقد دجلها العلامة محمد بن مدينة حيث يقول: رد ابن مالك على ابن مالك وسلم النقاد كل ذلك، ونجل عباس لقصد الفيدي قد كان يمسك ركاب زيدي، وعن علي قد روى وعن عمر، فهؤلاء هم شيوخه الغرار، ومع ذا عليهم قد انتقد بعض المسائل لعلم انتقد. نجد أنظام القبض وليس فيها بس، نظم العلامة قراي، نظم العلامة المختار الحامد، نجد أنظام ذكر الشيخ عبد الله بن داده ومحمد بن مدينة، هذا كله لا بأس فيه. الجانب الأخير من المشاعرات هو جانب التنكيت وجانب الطرف. مثلا قد يستحسن شاعر معين طرف
فينشئ فيها، فينشئ الثاني ليضم صوته إلى صوته. مثلا المختار الحامد يقول: بكاء حمامات تغنين بالأمس، هو يضمن أبيات لمحمد الأحمد يرى، يقول: بكاء حمامات تغنين بالأمس يرد قلوب المرعوين إلى الدكس، بكينا لأيام بكيت لمثلها فأصبحنا من جنسي وما كنا من جنسي. يضيف محمد فارو البناني فيقول: تذكر خلي ما تذكرت بالأمس وإني له مثل وما أنا بالعكس، بكينا لأيام بكيت لمثلها فأصبحنا من جنسي وما كنا من جنسي. نظرا لضيق الوقت ننتقل إلى الأدب الحساني. الأدب الحساني زاد هو ليس بمنع عما ذكرناه في الأدب الفصيح. قد يكون هذا السجال قد يكون سجال علمي. مثلا نجد محمد سيدنا ولد الشيخ حمدي يقول: موجه سؤال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي الأعلام مذهب خامس لمته، عن حد اخبط حد دبوس ما هو موس ولا هو كابوس ولا هو قادم وشي محسوس جيفة تبقى متفتة، لا هو مخصور أخبار مغروس منه تتأتى علته ولا يقدر حديث تنسج فتواك محجته. الشيخ محمد سالم يجيبه يقول: مالك قال وقول من قال عن شبه العمد بلا مجال غير الآل عليه المآل صدر به إليه سرته، وأحمد والشافعي لمثال مذهب خامس لمته. هذا المذهب قد قريته فللين الصوفيته فهم زاد أنا بقيته على فهم اللي تتأتى وصدر وعقلته وثنيته وسط المحكمة تأتى القاضي منه بريته وتبريت المكتبة وظلمي فيه لا خليت شيئا عندي حتى نجد كذلك فيه نقائض وهي في الحقيقة لا يمكن تناولها بتفصيل كما أسلفنا. مثلا ما دار بين محمد بن لبن ومحمد الحسن، ومن أروع الشعر من الشعر الحساني من الناحية الفنية، إلا أن فيه أمور لا تمكن إثارتها. هنالك سجالات أدبية ظريفة وقد يكون لها أكثر من مناسبة. يقال إن أول السجالات الأدبية الحسانية كانت عادة في الاستباق في جماعة الزوار. كان مثلا عندما تكون جماعة من الشباب مع أحد المنشدين أو أحد العازفين يريد كل منها أن يبرهن على قدرته على التجاوب مع الموضوع المتناول. مثلا نجد جماعة من ضمنها الولي للشيخ يبو ومحمد بن مقداد وشماد ومحمد بن حميدان. هذه الجماعة كان معهم الشاعر محمد الإنجلي وكانوا يستبقون لموضوع معين. مثلا كان كل منهم يريد أن يبقى بقاف الشعر، فواحد منهم قال مبرر اللي قال المجال بصلعة بشوف ومنزل هو كيف مبرر لعادة لاهين قال مبرر. هذه مساجلة غير كأنها مسابقة نفس الوقت المجال معين. واحد قال باعت الشلات ودفات من عند جدري غير تباعي للشلات يصلح ويخسر. واحد قال شاعر في الهول معاه كتلة عاد في زره وبقيت في زر ذاك الزر من الهول خلا ذاك الزر من الهول عمر. واحد قال هول محمد زين وياقوت قال ابني كنو ما نقدر غارش عني ما زلت تموت ومنين نموت نجي نشمر. هذا سجال أدبي في حد ذاته. من ذاك اللي كانوا يعدلوا جماعة المغنين اللي ينقال له شاو، وكان خاص أساسا بهالهدار، كانت تقدم منهم جماعة ويسوى كبارة ويسوى صغارها ويقولوا موضوع معين ويقولوا فيه الشمل الغنى. وحدثني الشيخ محمد سالم والعدود عنه قد جاهم مناسبة وعنه الحقهم كلهم قال شيء وعنهم حكموه وعنه عاد اشبه عنده قاف بيه عنه قال لهم هدار وباب لا سنتاب افشاء وسيدية وبيه تبرد الاخلاق ذاك الشاو وانا بعد بيه من بيه. انا انه مثلا احكم له وانا ذاك رئيس المحكمة العليا مع انه هو شعار الجماعة. ومما يلحق بالسجال هذا اللي ينقال له التعقال وهذا اللي ينقال له التنتاج. التنتاج هو عن حد يقول جزء من موزون ويعرف له حد الجزء الاخر بدون ما يقولوا له. وينقال عن خالق راجل مغني عنه قد تجاهم هم الهدار وعنه حقهم عند عقله ينقال الكنتاوي عنهم حاسمه وعنه كيف اللي مولي للحق اخلاقهم انه زاد هو يجاوبهم على ذلك. وقاموا وفهمها هو مغني قاموا قال لهم انا قال لهم لا يقول لكم شيء منين تقولي التالي منه اللي ماني ذاكر لكم لا ينعرف عنكم لا فوقي في ذا المجال ولا ينعدل ذاك الجعليه ومنين ما يخلق ذاك معناها عني طيحتكم في مجالكم لا يتسامحوني. قالوا له والله هما عند العقله هذه متبدين عنده يتناوبوا على الروايه وهو ذاك اللي وارد بابه. وقاموا قال لهم الغنى هذا قال لهم المقعده وخلى له قال في الكنتاوي يا ريت نهار عالم مولانا عنه زين.
وفي الحد منهم راقين التقول قافوا لا جبروا يعني شبابه هو التالي قالوا هالو مسالي طرح القرب قال لهم الراسل لا أعرفهم كانوا يبقي نوه بكم قالوا نطفيلون والمختار وبابه وبيه البنين في الكنتاوي يا ريت نهار عالم ولا عنه زين ترى هذا الراجل حالا اللي من هذا اللي قال انه صحيح وعد ذاك اللي يلا عد منه التعقال وهو ابسط من التنتاج اللي التعقال عاده تعود باقيه تافلوي وتعود معروفه هو كانه مثابه الصاد في الشعر الفصيح مثلا اذا قلنا وما ضر في الحاضرين وفي البادي لكم بادي فضل على حاضر الاقوام عرف عنه البادي لكن دأبا تروح لكسب الحمد مغتديا إذ كلهم رائح في الكسب عرف عنها أو غادي لا زال بيتك ميعاد الوفود إلى نيل الوصول به من غير ميعاد هذا أبسط من التنتاج ومنه اللي كان قالوا المورد ويعرف الطيب الجديد يقول عنه قدوم ونقول للشيخ المكي أنه شبروا عنده الشويخ عنه منين شبروا عنه اللي قاعد يعود له شفاله بينهم فارق سن كبير والشيخ قاعد ما داخلين والمغنين وش قال مولي عند جماعته صواب قاعدوا تريهم ويتنحى وهم الشيخ يطير عنه شعره وعلى حاله هم يقولوا شيء قالوا تكشكنوا انه قالوا نبغي طيب كالتنشيق وراك ويخلق شي موسون واليوم راني درت عليه قاف هاي تكشكنوا قالوا طارت عليه عنه شعر اعرف عن المورد لا الشعر قال له قاف علي درت خليهم دور نجيبوا لك موسون والله ما جبتوا بعد نجيه من هون لانه مثلا خالق هذا اللي قال له مشاعرات الاصحاب وعادة ما تسلك من طرف وعيات تعود أقول ما كانت على ذاك الوجه وتعقبته وعدله قال عن بزيد الهدار عنه الشمقيطة وعنه منين الحق عينه للطايع عنه مات مركوب ومنين جل طار ما يشعر بالعشرة مدة يبلك عنده اللي ما تعلموا به وهو من اللي ما يعرف حد وعاد لا يختار بعض الناس تعلم به يعود مثلا اللي مرمت وقاصدتها والله معتنية به عارفتها عاد يقول اللي مستقبل له يقول عني فطار في هذا الحوش صايع في الصحة كنت المولي ياك نوقص لا صحي واني كنت مركوب هول ذاك قبيل اللي جيتوني هذا انا متهني فهذا طار ولا احكي لبتيتوني ما وقصتوا عني مركوبي مات لا صحي علم دين سيد احمد الاحمد عيده قاموا حاسنوا وطاع مركوب واسد قطاع عاد قطاع مات له مثلا روايه اخر يقول له شو من دور ما لا حفظوه غير بعد يقول له فاخر المركوب اللي قلت عليه لا حد انك جيت معناها ما وصلك قاعد طار حتى ولعبت اللي ما وقصت تبارك الله رانك بليته بالمركوب اللي قلت ترى مركوبي لا ولي يلبلون عايده هي المرحله السابقه التقاص انا بعد اللي عاطي الشغل من المركوب يدور ان شاء الله لا يخلص له ومنه عود ما هو فراوي واحد الاسلم عنه عود فراوي واحد وهي العادية غير الكبار المغنين عيال ما يلتزموا به وانا ماني قاعد نذكرش من ذاك منه اللي امتين والله فيه إثارة لا نذكرش منه اللي عيارة والله فيه طواف مثلا همام قال عن محمد بن السيد إبراهيم عنه رجوعه هو همام من فرنسا سفر الأول شهرها لا هي الغزل في انه عدل قدر من الدواء وبعض المسائل كانت قالته وعنه مثلا لا يقولوا عنه عاد راجل كبير قال له اشحالك المليك المات تيديك الله للجواد شكرا به الماء معتاد به الزين وزين النظام اشحالك اللي عمرك زاد على قرن في شهر اعوام اشحالك اللي لك معزي ياسر من الاحسان والاكرام اشحالة مين لا تزيد الكلمه على السلام يعني لباس علي نصوح لاصحابك في الصحبه ممدوح فصل الحق من الفروح والطلعه شبرتهم بتمام الله يجازيكم يصروح الطلعة بالفضل والإكرام ما خلاك الشاعر مفتوح فصوان وزين النظام لك ياسر تصبح له وتروح وقال كهل جفة غلام فخلاك عقلت لنوح ودريسة عليه السلام وحضرت الياسر من ميلاد الرسل وحضرت الأهرام وحضرت الشداد بن عاد وحضرت الكليب وأمام يعني بعد ذاك إشبار قصة قاعد لعله أكبر منه حتى والله قاع من والده وعن عاد الموضوع ما تم عنه عاد يجي طلعة ماء فضاوية غير تعود كأنها خاتم المشاعرة قال لنا والدنا في مراد يا محمد الدهر بعاد عنك قد اعطيته ميعاد والنشاك وقيل عندك وانك حاسنت وانك زاد ما اخذت باطل من قدك لحقك راشد طايم متقاد معلوم المكان بعهدك وبتيجك ما هو معتاد فروضه وكتابه وسندك وفلوانك زين ومداد ايدك بجلاحك جهدك عندك ود من اقدم دوراك قال انك وتوفي ولدك وتحجلك ولد المقداد ما زدت في شدك وفعدك اذا قاعد لباس عليك ما زدت بعهدك ومجدك وقدك ما زدت راعيك قدك ما زدت بقدك ومنه هذا اللي خلق بينه واللبن هو والسيد إبراهيم والسيد إبراهيم قال عنه اللبن انه هو قصدي فاتح واللبن وداير الشيع بها وما بينهم مشكله ولا فيهم واحد قال يشي في الاخر
قال له محمد ولد ابن سيد وفي عصره ينقص كيف يزيد. قال له يرعاه من بعيد ومعلم ديال سلطان اخرين بيه انه سلطان مفيد وبيه انه معلوم وحسين. عنده زر كسام من الحديد وعنده زر في تبو الجليين الا عنك محمد الديد في تبو حمار العين. هذا يقول غير الشرع باطل مسكين شريف بالمروه هو شريف بالمروه هيجين. قال له محمد قالوا ولا ابن محمد الخالص فيه ما قال تخلط في اللي خاطيه هدي بكريم شريف فارغ باطل في شغله ريدين شغله كيف الشغل وبيديه ما شافوها قط العينين والزان الوزن ونخبر فيه الناس اليوم الوزانين انك لا شفتوا بعد ادهم وشكل راسه لا تتهم عنه بعد معلم من فما هو حشريهم حقين استشريفه ما عليهم مستشريفة الادميين ما انه شاريه ابن السبلا وعنه شاريه بدين الله شرابات مسبسب من كرامات الصالحين. لا نوع من العيارة ما فيه شيء قايس ولا فيه اللي وفيه امور فيها ايماءات ما يقد يفهمها ما حد وفهمته وهذا هو اللي خارج في الشعر الفصيح. بركاتي من القايض اللي خلقت بين الشيخ محمد عبد الله والأحمدية والشيخ محمد وحامد ولا ينقال عنها يلول ابيات قليله من قصيده الشيخ محمد وحامد حد ما هي مقريان وما يفهم عن فيها كاع تراقيز وشي يسوي شنو هو ما فهمت. عند من قال الشيخ محمد وحامد في جوابه وكلهم شكر له خير ظاهرته قال احسنت حلمك بالخطاب وانما حلم الفتى بالصمت لا بخطابه لكن يرى بالطبع دون تطبع خلق الكريم بفعله وجوابه إنا إلى أسد الكريم لنا الثناء خضنا به بالشعر لجأ بابه وإلى الكريم بسبه قد رامنا فحلمنا فالدالة لذبابه هبته منا إن رماه أخو الإجابه جاء كان الحلم رد جوابه فيصون منطقه البليغ عن الأذى عند الأذى ولعله أدرى به. هذا في الحقيقة من أجمل نقائض الموريتاني من أكبرهم ويقولوا لهم لا العقر اللي هي معنى الرباب ولب جميع ربابه ودامه من بعد بعد ربابه وجوابها اللي هي ربع الرباب بواسط الألوابه أن تكون بعد ما ألوابه إلا أن مد ذكرتهم ما قالت مقاصدهم مثلا ما زاد شي مد ذكرت مقاصدهم تعود وقعت في اللي كانت حاضرة منه اللي هو الحقيقة دخول في تفاصيل هذا النوع من المسائل. خالق شيء دائما من الأدب الحساني يعود أخف نبرة من هذا ويعود الله عبارة عن مزاح مثلا يسوى ذاك المزاح على مورده ويسوى بدفان مستقل. ينقال مثلا على خالق راجل انه كان عنده ناقه وعنده تقلها القوم وذوك القوم اللي تقلها لهم هي ظاهرة بها اللي عاقر وقدرها ما هو كبير الا يقول لهم هذه شدعة من البد وهم منين خلصوها لحقوها قال حنياقه غير مقيله يقولوها البد. وعاد واحد من ولايه القصر يقول جدع شقره قال الناديه عنها عنده تلف الخيام سايمها والدهم في الصيف سابق صوم النادي في عام النادي بعد راجل كبير مش يمشيهم سابق صومه هو معناها عنه اللي ما هو جديد. قام هو عاد لا يجاوب الطرف الاخر لا يقول عن الطرف الاخر زادوا ولا كان هامته صفقه وما مثلا ما قاعده تخلق به اللي فتعرض لها قبله من هو اجدر بها منه وهي تعني حد من الباعه واللي يبيعوا بعض من آلة النساء وقاعد يقول له سم المبيوع اصله ممنوع غير العالم قاموا سام ذاك المجال اللي يبيعوا سام صوم النادي في بعض ما كانه مورده ما فيش شيء عنده معاني زينه. وخارج هذا اللي قال التلاحي يقول لا زاد هو من المساجلات مختار الجدار يقول عنه قط بعض هو النادي في هذا اللي ذكرنا عنهم كانوا اصحاب عنهم على عامين متواليين كلهم ما صلحت غيبته حتى كلهم ششوروا بلاد اصلا يعدل فيه شملهم ولا عدلوا. قام المختار وقال الناديف قالوا غفور الناديف مشى الصادق قدر من الورقه معتاب ماشي به يدور ينزاد مجبور بحاله صعيبه والورقه كسدت فيد وزاد وعادت كوس وذيك الغيبه وذاك الكوس عقب كافه عاد وكافه عقبت كان كليبه في العام الشين حتى عقب فيها مصيبه ما تقضي للدين لا تنفع زاد ونجيب وما جاب حال غير تلاحق به العام المقبل من ما صلحت غيبه المختار. عاد يقول من عنده له غاب المختار وتمشلين الحق دكار وكان اصله في الغايه عكار واعطاها الله من المصيبه شمايم الغنم الكبار ذيك الشعق بالترشيبه باع الترشيبه للتجار واللي جبرت جلد زقيبه وجلد زقيبه هون في اطوار تسبيحه درس فيها تليبه وتسبيحه درس في العام الشيء حتى عقب فيده مصيبه ما يقضي الدين لا ينفع زاد المجيبه. من ذاك قولت الشيخ الهمام تلهينا وتغدي في الحق غير منين تغدينا تسمعنا شيء ما هو حق بالكثره وتمنى علينا. قال له همام قلت ما هو زين الخير والله عيبه قاع عمتينا قلت مقرز هذا الخير ذيك مولي ما هي زين وحمد حيد الله يسير عن الوقت عاد خاف. والناس في الحقيقه كانت تختير عن هذه الندوه تعود على العيد
على كل حال أنا لا نساهم في العيد بدقيقتين للي ما هم يقبل الميكروفون مرة أخرى. لا نقول عن العيد عن رواية عند الأمم كاملة ما خارجة ما رواية عندها أعيادها، وعند المسلمين رواية عندهم الأعياد الدينية، ونحن مولي الموريتان اللهم أعيادنا، وعن ما طالينهم عنهم يعودهموش بأدبي عندنا. ومن ذاك ينقال عن الشيخ سيدي محمد عنده قصيدة وبيات كلهم قالهم مناسبة عيد، كلهم كانت عبارة عن رسالة عيد. واحدة منهم هذه ما حل عقدة عزمي سحر حورائي ولا ازدهى طود حلمي برق زهرائي، واحدة فدتك وقلت في الفدا كل غانية من العين والآرامية عين رابية، وعنك عفا ربي دماء أرقتها ولم تبذلي فيها قصاصا ولا دية لا آخر الأبيات. وعن محمد ولا الطلبة عن نونجت هذه اللي عن زادية مشيها رسالة مناسبة عيد، وهذه للتالي من هذا والذي حج أرباب الحشيش له وحيث تنحر عند المشعر البدنون لا أميمة، والماء النمير وما من طابة طاب إذ يجري الندى الوهن وحبت النفس شيئا مذ علقت بها ولا بدا لي شيء بعدها حسن. والمحمد مرة بعد أنه قبل العيد ما جد عقل أنا كانت هي موجب قصيدة ذيك شمير على رسيم الأين قذلوا لي من بعد 20 يدني ساكنين العقول سير مطمئنا عبر أمواج الهجير وسير تحت الدشاة ثالث البيداء والإبل. وقالوا من اللي فقد الغنى عن الشماد اللي محمد أحمد يرى عنه طلعت ذيك عنه لا هم وقوم يصبروا عليه كانوا يروحوا ليلة العيد مثلا ما يقيلوا قالوا مسافرين على البر قال قدم تنيد من الصلاح غفشيتا مالو يراح حد من على بالحاسي راح بعدهم فراقة قدوهم فراقة من هوا صاح لو تتكوني واجه وتدو حد على سيدة لو تدلاح عينو شقند خبعدو زيرات السياح ونمراح شقندي قدو ينعدو حد على زيرات السياح وقدم تنيد عنده. وقال ملي عن قاف محمد شدو محمد بوبا عنه قاف زين يلا لك حد فطرك راه شرقه مال وقلت لي 100 حصرك تقال رحاب. السلام عليكم. شكرا جزيلا الاستاذ عبد الله، في الحقيقه افاد واجاد جزاه الله خيرا. بمناسبه الاستجابات اللي ابتعنا بها، هذا استجاب بيننا احنا ومكتب النادي، وقلنا احنا الخطه ما هي من المراد تموا في النادي عيونا وتموا لين نادوكم زاد في الوقت المناسب جونا. الخطه ما هي من المراد تموا في النادي عينونا وتموا لين نادوكم زاد في الوقت المناسب جونا. قلتوا انتم معونتكم فينا مسألة يا اللجنة حقوا مضمونة واخبار جينا بالعجلة لا أثركم ما تكرونا. قلنا احنا انما نكروكم زلة منا ما كانت مظنونة وتخار الكرية زاد لك كيف تخار المعونة. قلتوا انتم كريتكم من قد تباهي معونتنا مقرونة ومعونتنا ما هي لاهي تمرقنا سابق تكرونا. قلنا هذا كيف العادة تصراح غير احنا اللي صارحتونا ما ظاهر لي عنكم هذا كيف العادة التصريح غير احنا اللي صارحتونا ما ظاهر لي عنكم في الصريح الصراحة تغلبونا. قلتوا احص منكم يوزوزة عنكم منين تنادونا ما هي شربة ما هي روزة ما هي حبة مكرونة. المحور الثاني من الأمسية اللي هو تحت عنوان العيد في دفاتر الشعراء مع الأستاذ شاحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.